حبيبي في الله، أيتها الفاضلة الكريمة، خلي بالك، نعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها ولا في حورها ولا في فضتها ولا في ذهبها ولا في لبنها ولا في خمرها ولا في عسلها ولا في قصورها، ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها. الله أكبر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هو ده النعيم، هو ده النعيم. إن رأيت وجه رب العالمين شغلت بالنظر إلى وجهه عن كل نعيم في الدنيا، عن الحور والقصور والخمر والحرير. مفيش نعيم أعلى من كده. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل صور النعيم في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وبعدين تسعد بالنظر إلى وجه الله جل جلاله. ما فيش نعيم بقى بعد كده. تشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر. أيوة، ما أصل الجنة درجات، بس ربنا مش هيحرمك، مش هيحرمك. كل واحد في درجته، كل واحد في مكانته، بس مش هتحرم. يا تصور كده انك تقول مثلا انا اروح عاوز ازور النبي محمد، عاوز اقعد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا الله يا الله يا الله، يا رب يا رب. طيب، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا من فضلك ومن كرمك يا أرحم الراحمين. تصور نفسك تشوف سيدنا إبراهيم الخليل، عاوز تقعد مع سيدنا موسى، عاوز تقعد مع سيدنا عيسى، عاوز تروح تقعد مع السيدة خديجة، مع السيدة عائشة، السيدة أم سلمة، يا الله. بس كل واحد في درجته. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الله كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. سيدنا النبي بقى أعلى درجة، أعلى درجة في الجنة، أعلى منزلة. ما فيش حد أعلى من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لا آدم ولا إبراهيم ولا نوح ولا موسى ولا عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. لا، مكانة النبي أعلى مكانة. روى مسلم في صحيحه والترمذي وأبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو قال الحبيب: إذا سمعتم المؤذن وأذن فقولوا مثل ما أقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لها الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، هي منزل العبد واحد بس. وأرجو، يا سلام على التواضع النبوي، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم إنا نسألك أن ترزق حبيبنا الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة يا أرحم الراحمين. الله، ارجع معايا كده الأعلى نعيم. إذا دخل أهل الجنة الجنة، والحديث رواه مسلم حديث صهيب بن الرومي وأبي سعيد وغيرهما. إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول الرحمن جل وجلاله: هل رضيتم؟ أنتم راضين؟ هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول العزيز الغفار: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الملك: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال: فيكشف الحجاب وحجابه النور. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحبيب: اقرأوا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها.
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها، والعقل ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد الجنة رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. إيمان وعمل صالح واتباع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.